شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدون الأعزاء، نسأل الله سبحانه وتعالى ونحن نمضي في هذا الشهر المبارك أن يجعلنا ممن أدرك معنى هذا الصيام وأدرك معنى هذا الشهر وأدرك معنى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا زلت أيضا أحاول إن شاء الله أن أجعل في هذه العشر الأواخر أيضا أعود بالناس إلى مسألة قديمة ذكرتها في بداية هذه الحلقات، ولكن لا بأس أيضا أن نجعل لها إضافة إن شاء الله في نهاية هذه الحلقات المباركة، وهو ذات السؤال الأول، وهو سؤال المعنى. سؤال المعنى هو نقصد به: هل استطعت فعلا أن تدرك بأنك قد تغيرت؟ يعني لا زال في رمضان بقية، ولكن أضع السؤال إن شاء الله في هذا بعد أن مضى علينا كم 20 يوم. لابد أن نسأل أنفسنا سؤال: أنا دخلت في الصيام بنية، هذه النية أساسها أن أتغير، أساسها أن أدخل في رضوان الله، أساسها أن أحقق المعنى الذي أراده الله لعلكم تتقون. فهل استطعت في هذا الشهر أن أقلع عن العادات السيئة، أن أخلع عن الأعمال السيئة، أن أبتعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل استطعت أن أحقق توبة صادقة من ذنوب قد تراكمت علي لسنوات؟ هل وقفت مع نفسي؟ هذه اللحظة هي لحظة الصدق مع الله سبحانه وتعالى، لحظة السؤال العميق، لحظة السؤال الذي ليس بينك وبين الله فيه واسطة. فلا تعتبر بأن هنالك حاجز بينك وبين الله، إنما أنت تسأل نفسك وتضع نفسك بين يدي الديان جل جلاله. هل استطاع فعلا رمضان أن يجعل منك شخصية مختلفة؟ هل جعل منك رمضان شخصية تائبة، شخصية عابدة، شخصية ذاكرة، شخصية متقية لله سبحانه وتعالى، شخصية تخشى الله تبارك وتعالى؟ هذه المسألة مهمة جدا. هذا السؤال يجب أن يتكرر، هذا السؤال يجب أن لا يغيب عن بالنا لحظة، لأنك لا تدري هل والله بإمكانك أن تعيش إلى رمضان قادم أم لا. ربما كان هذا الرمضان هو آخر رمضان في حياتك، فلا بد أن تسأل نفسك هذا السؤال: هل لو اعتبرت هذا الشهر هو آخر شهر لي في حياتي ولم يبق منه إلا أيام، هل فعلا استفدت منه أم لا؟ ومن ألطاف الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل في قضايا الإيمان لا يتعامل معنا بمنطق الكثرة، إن والله من أكثر عملا، من أكثر صلاة، من أكثر صياما. لا 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 لا، الله يتعامل منطق آخر: من أحسن عملا. وحسن العمل أساسه حسن القصد وحسن التوجه، وما ينزل على الإنسان في لحظة من اللحظات من التجليات الإلهية ما لا قبل له به. وارجعوا إلى القرآن الكريم، انظروا كيف أن سحرة موسى كانوا في الفترة الصباحية كفرة، وفي الفترة المسائية شهداء عند الله سبحانه وتعالى. اقض ما أنت قاض. ما الذي حدث لهم؟ حدث لهم أمر ما، هي أن الناس قد يتفقون في التصورات ولكنهم لا يتفقون في التجليات. كثير من الناس يقول لك جهنم موجودة والجنة موجودة والله موجود والحساب موجود، ولكن الأثر القلبي، الأثر الوجداني، الأثر الشعوري شتان بين السماء والأرض. ندخل جميعا في الصلاة ظاهريا، نؤدي نفس الركعات ونؤدي نفس الصلاة ونؤدي مع نفس الإمام، ولكن هنالك من ينال الصلاة كاملة، وهنالك من ينال نصف هذه الصلاة، ربعها، ثمنها، عشرها، كذا هكذا. لماذا؟ لأن الله لا ينظر إلى الأشكال ولا ينظر إلى هذه الهياكل، إنما ينظر إلى هذه القلوب. فهل هذه القلوب تغيرت؟ هل أقبلنا على الله؟ الله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي لزم وواظب. إذن لا بد في رمضان أن تسأل نفسك هذا السؤال، سؤال المعنى كما قلت من البداية. سؤال هو: هل تغيرت؟ هذا العنوان بالتحديد الذي تسأل نفسك. هل أصلحت نفسي؟ هل أصلحت سلوكي؟ هل أصلحت تصوراتي؟
هل أصلحت منظومتي الفكرية، منظومة التصورات؟ هل أصلحت القلب الذي هو المضخة من ناحية مادية ولكنه الروح التي إذا صلح صلح الجسد كله؟ هل استطعت أن أنتقل في هذا الرمضان من القرآن الذي أتلوه بلا معنى أو أحاول أن أفهمه بخلاف منطقه، هل فعلا انتقلت من منطق أرسطو لفهم القرآن إلى منطق القرآن نفسه؟ هذا سؤال مهم جدا. للقرآن منطقه وللقرآن عقله وللقرآن روحه، لا يمكن أن ينال ذلك إلا من انطلق من قلب القرآن ليكون قرآنيا. كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. إذن سيبقى هذا السؤال معنا إن شاء الله حتى بقية الأيام، وعسى الله أن يقيد الإنسان في اللحظات الأخيرة وهو لا يدري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا ليكون من أهل الغفران. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل